وبعدين معلش يعني دي صوره لام كلثوم من قريب ودي صوره لمنى زكي في الفيلم، مش شايف اختلاف كبير يعني؟ ولا انت ايه رايك؟ خلاص كلنا تفننا في اظهار عيوب فيلم الست من مجرد برومو، كله اتكلم عن شخصيه منى زكي اللي مش راكبه الاسانسير، كله اخد باله من المكياج اللي كان عايز يخف من الجناب شويه، والحبكه الدراميه اللي ما تنفعش من غير تقليه. طب وسع لي بقى كده معلش عشان عايز اقول حاجه. السلام عليكم، عندكم اثاره جدل هنا اللي انا عايز اتكلم عن منى زكي قوي من وقت نزول اعلان فيلم الست لمنى زكي، والناس هتك يا تريقه وهزار علشان شايفين ان منى زكي في الاعلام مش شبه ام كلثوم، وكاننا هنشوفها في متحف الشمع من غير مشاعر ولا احاسيس. الناس بتغلط نفس الغلطه لما تسرعوا في الحكم على مسلسلها تحت الوصايه من قبل نزوله. الحكم على منى زكي الفتره الاخيره للاسف مش فني، الموضوع له اسباب تانية. في سبب تاني في سبب تاني. لكن قبل ما نتكلم في الموضوع ده خلينا اسالك سؤال وبمنتهى الموضوعيه، مين ممثله مصريه في اخر 25 سنه افضل من منى زكي؟ سمي لي كده ممثله خمسينيه مصريه بموهبه وتقل وكاريزما منى زكي. طب مين من ممثلات الالفيه الجديده ممكن تتقارن بالجيل الذهبي لسيدات السينما المصريه؟ وحتى لو لقيت فمنى زكي هتبقى من التوب 3 اجباري، ما بقولش انها افضل علشان بس الخناقه اللي دخلتها في فيديو محمد فراج دي انا مش هدخلها تاني، انا بقول تتقارن. يعني لو فضلت مكمله بنفس قوه الاعمال هيجي يوم ونقول عليها انها ايقونه. بص انا معاك ان منى زكي موهبه عاديه جدا، يا دوب شويه قبول قدام الكاميرا وملامح بسيطه وهاديه واسلوب ممكن نوصفه بانه لطيف، ده كلام ممكن نقوله عنها من بدايه ظهورها سنه 98 لحد 2003 مثلا. في الخمس سنين دول يعتبروا هم فترة الانتشار لمنى زكي، ورغم انها ما عملتش ادوار قوية في الفترة دي وده كان شيء طبيعي، الا انها نوعت برضه. عملت بنت الناس الفقراء في اضحك الصورة تطلع حلوة، ارجوك يا ستي مفيش داعي للكلام ده، وبنت الناس الاغنياء في الحب الاول، ثانك يا هشام، طالبة في الجامعة الامريكية، وفي نفس الوقت جسدت شخصية جيهان السادات قدام احمد زكي. مش هو ده اللي انت كنت بتحلم بيه انور طول عمرك؟ انما الحظ لعب دور كبير قوي مع منى زكي في الفتره دي بصراحه. بالصدفه الافلام اللي اشتركت فيها في البدايات خلتها دايما البنت اللي البطل بيحبها وهي يا اما رافضه يا اما مش اخده بالها. يعني خالد كان بيدلدق لها حب طول احداث الفيلم وهي في عالم موازي مع هشام. بدر اضطر انه ينط من فوق شلال عشان تفهم انه بيحبها. طب لو قلت لك تنط من هنا تنط؟ اما اكرم مصور الافراح حبها يوم فرحها وطلب منها الجواز. انا بحبك وعايز اتجوزك. الادوار اللي من النوع ده زرعت في العقل اللاواعي عند الجمهور انها النجمه اللي في السماء واللي اي حد يتمنى تكون ملكه. في رايي ان بدايه منى زكي في السينما كانت البدايه النموذجيه، فيلمين مع احمد زكي ونجمه جيل جديد، وادوار رغم بساطتها لكن دايما محطوطه في القالب الصح. المرحلة التانية بقى مقسومة نصين، جزء من الأعمال تأكيد على إنها فتاة أحلام الشباب، أدوار دايما هي حبيبة البطل زي فيلم أحلام عمرنا، عن العشق والهوى، تيمور وشفيقة، نوعية الأدوار البيزك اللي بتعدي بيها أي ممثل، واللي أعتقد إن رغم نجاح الأعمال دي إلا إن منى زكي فشلت إنها تخلينا نبص لها بنظرة الحبيبة. يعني لو عملنا استفتاء مثلا لمعظم جيلنا هتلاقي إن الأغلبية بيشوفوها بنظرة الأخت، وبالمناسبة ده ضرها بعد كده، هقول لك ليه بس مش وقته، خلينا نكمل موضوعنا. الجزء الثاني بقى لأدوار منى زكي في الفترة دي هي أدوار أصعب من اللي قبل كده، أدوار مركبة وفيها أبعاد إنسانية وتمثيل من غير كلام. يعني بتعمل تالت أدوارها مع الراحل أحمد زكي في فيلم حليم، ودورها في فيلم دم الغزال، ودور مهم جدا في فيلم سهر الليالي. أهمية دور سهر الليالي في رأيي له سببين، أولا إنه دور مركب وله أبعاد نفسية ومشاكل بتظهر على وش شخصية بيري بدون كلام كتير، وده بعدها شوية عن أدوار البنت الكيوت اللي قررته في بدايتها. وثانيا إن منى زكي في الدور ده أثبتت وادت الإشارة إن عندها القدر الكافي من ثقتها في نفسها وقدر كبير من المهنية اللي تخليها تعمل دور الأم بدري جدا مقارنة بكل نجوم السينما ستات ورجالة اللي معظمهم بيبعد عن الأدوار دي عشان ما يكبرش نفسه وبيفضلوا يلعبوا أدوار الشباب لحد سن ال50 وأكتر. منى زكي بقى قررت دور الأم أكتر من مرة في سهر الليالي واولاد العم ولعبه نيوتن وتحت الوصايه. ياسين لو صحي من النوم وما لقاش لمبه منوره بيتفزع، وفرح متعبه شويه في النوم، محتاج صبر يعني ومناهده. غلطه واحده عملتها منى زكي في الفتره دي وتحديدا في 2006 لما قبلت انها تشترك في العمل الكوميدي السندريلا عن قصه حياه سعاد حسني. وانا في ديك الساعه لما السندريلا بجلاله قدرها تحبني. تأكيد على النجاح التصاعدي المنطقي اللي ما فيهوش صدفة ولا زوبعة في فنجان، بتقرر منى زكي انها تغير من جلدها وتبدأ مرحلة جديدة تماما. بص بقى نوعية الأدوار والأعمال نفسها هتتغير ازاي. بتبدأ في 2009 بفيلمين، ولاد العم، أب بيخطف مراته وعياله من مصر للأراضي المحتلة وبتكتشف انه ضابط في الموساد الإسرائيلي. في الأول بتعيش وبتعيشنا في مشاعر مرعبة، وبعدين مشاعر الحيرة ما بين انها تهرب أو تتأقلم عشان عيالها وقلة حيلتها. ده جوزي وابو عيالي، انا مش عارفه اعمل ايه، لحد ما بيجي لها طوق النجاه اللي هيهربها. وفيلم احكي يا شهرزاد اللي منى زكي بتوصل فيه لمرحله جديده من النضج، هو مش نضج تمثيلي على قد ما الاختيار نفسه هو اللي فيه نضج كبير، انها تشيل اسم الفيلم اللي هي فعليا مش بطلته بشكل حرفي، انما الحكاوي اللي جوه الفيلم واللي بتحكيها سوسن بدر نزيله المصحه النفسيه العذراء عن مشاكلها. يعني عايز تاخد فلوسي وتشغلني خدامه
وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقولي هتبقى جوزي. ورحاب الجمل اللي بتحكي عنها هي واخواتها وانهم قتلوا سعيد الخفيف علشان لعب عليهم هما الثلاثه. وكان لازم حد يدفع الثمن، وانا اللي سددت الثمن. طبعا كل ده في اطار سياسي ودرامي ما بيتكررش كتير، وخد عندك بقى ادوار كتير من القصص والحواديت اللي ما فيهاش حاجه عاديه. مسلسل اسيا، فيلم اسوار القمر، مسلسل افراح القبه، وبعدين بتعلي اكتر بلعبه نيوتن وتاخد ريسك اعلى واعلى بتحت الوصايه، وتختم السنه اللي فاتت بفيلم رحله 404. أنا المفروض طالعة حج بس مش ثابتة. كلها اعمال مش عاديه وخطورتها عاليه، وهي في كل مره بتقرر انها تاخد الريسك. طبعا انت مستني اصحابه الاعز. طيب خلينا نتكلم كفنيين. هل اللقطه اللي زعلتنا في الفيلم ده لمنى زكي كان فيها ايحاء جنسي؟ الاجابه اه. طب هل ده افظع مشهد لفنانه مصريه على الشاشه؟ الاجابه لا طبعا. ده في فنانات عملوا قد ده 10 مرات من ايام الابيض واسود ولحد النهارده. امال اشمعنى منى زكي؟ انا اقول لك. فاكر من شويه لما قلت لك ان نظره معظمنا ليها ممكن تبقى نظره الاخت اكتر من انها نظره حبيبه، او زي ما بيقول جين زي كده تكراش عليها؟ ده في رايي اول سبب خلانا نتضايق قوي اننا نشوفها في مشهد زي ده. عارف انت لو حد تاني اؤكد لك يا صاحبي انك ولا هتتهز من مكانك. اما السبب التاني اننا اتعودنا نلوم على الممثل ونحاسبه على الشخصيه اللي بيلعبها، وده غلط. انما ممكن نرفض الافكار اللي بيطرحها وبيقدمها، فده من حقنا، بس ده برضو من غير اهانه وتقطيع وشتيمه افظع 100 مره من اللي اتطرحت في الفيلم نفسه. وبالمناسبه ده مش رايي انا، انما ده راي الاستاذ محمد صبحي لما اتسال عن دور منى زكي في الفيلم. هي منى زكي ممثله اغراء؟ ما عرفتش بيها كمشاهد. هل هي ممثله اغراء علشان اقول ده بتكمل بقى؟ رايي في منى زكي انها موهبه استثنائيه تضاهي نجوم الزمن الجميل، بس احنا بنخاف نقول الكلام ده احتراما للاقدميه وتقديسهم وعدم تصديق ان ممكن نشوف زيهم وافضل منهم كمان. واخيرا عايز اقول اني منتظر فيلم الست بفارغ الصبر، ومتحمس له جدا من ساعه الاعلان عن تحضيره. ثقه في اختيارات منى زكي في الفتره الاخيره، وثقه كمان في مروان حامد، واتمنى انه يبقى فيلم حلو ومبهر زي ما ظهر في البرومو الرسمي. وبعدين معلش يعني دي صوره لأم كلثوم من قريب، ودي صوره لمنى زكي في الفيلم، مش شايف اختلاف كبير يعني، ولا انت ايه رايك؟